سلام الزينات وسلام شرشبيلات. كنت حطيت فيديو السابق اللي انتقدت فيه هادوك اللي يقولوا لكم ما هو سر لسقان السكر الناعم فوق الصابلي، وقلت لكم غدوه ان شاء الله نحط لكم لاستيس. جو عندي ضياف عزاز، ما درتش المونتاج، ما كاش يجوا عندها ضياف. من بعد كي راحوا هذوك الضياف العزاز عليا دخلت في التعليقات، وها حوجي وشا لقيت في التعليقات وشا لقيت. يا ودي والله قعدت نسيبريمي، انا نورمال نسيبريمي وانا بلوكي عادي عندي، بصح اقسم بالله وحدين والله لا ضحكوني كرشي ضرتني بالضحك واحد التعليقات. ولا لا ضحكوني، عندكم الصح ولا لا كاين اللي عنهم الصح. مساكين قالوا لي انت تاني دخلي روحك في الليسته تاع هذوك اللي يتقلشوا علينا وما يبغوش يقولوا لنا الاستيس. ما كاش عندي الوقت باش ندير لكم الاستيس، صبروا شويه عليا، انا كي نوعدكم نقول لكم الاستيس. المهم الاستيس باش يلصق لكم السكر الناعم فوق الصابلي ولا الكاكاو، هاني درت لكم حتى الكاكاو كيما راكم تشوفوا بعينيكم، ولا تبغوا ديروا الحمص المطحون كان انت من الفوق تلصق بسنيها وبيديها وبكرعيها ما تطيرش. سهله مهله، ماشي كيما يقولوا لكم هما ديروا خلوا الصابلي يدفى شويه وديروا السكر الناعم. لا غلط، مهما كان قاعد تخلوه يدفى شويه غادي يتسكر، يبس لكم واحد شويه ويتشمخ لكم. السر سهل ماهل، تصنعوا داك الصابلي تاعكم وتخلوه يبرد تماما. انا والله يا هذا الصابلي خليته يومين باش درت له السكر الناعم ودرت له الكاكاو، وكيما شفتوا بعينيكم لاصق ندير له كاع كيما هكا بالفور وما يطيش داك السكر الناعم. يبرد اسبوع 15 يوم، خاصة في العيد ديروه وخلوه، وكي يقرب العيد ان شاء الله بيومين ولا 3 ايام ديروا له السكر الناعم وما تخافوش. المهم ما تحطوش وحده فوق وحده، وما ديروش تاني السكر الناعم ولا الكاكاو وجبل هكا جبل فوق الصابلي قد ما يتغطى هذاك الصابلي وسلام صاي. ما نديروش تاني حبه فوق حبه. وبما انه الصابلي مخدوم بكميه كبيره تاع ليدام، يا اما مارغرين او زبده، وخطرات نخلطوا المارغرين مع الزيت ولا الزبده مع الزيت، هذاك ليدام اللي فيه كي يطيب وكاع هو من بعد ابسوربي يمتص هذاك السكر الناعم ولا هذاك الكاكاو، وهذاك السكر الناعم يدخل يشد في هذوك الثقوب الصغيرين، هذوك الذين لا يرون بالعين المجرده. دوك غادي ندير لكم هكا باللغه العربيه، هذوك الثقوب اللي ما نشوفهمش بالعين المجرده في الصابلي، خاطش الصابلي هشيش، يدخلوا ويشدوا تما في الصابلي. هذا ما كان. وبالنسبه للاخت اللي قالت لي الكونفيتير كي ناكل تسيح لي، ما تسيح، شفتي بعيني كيفاش هكا قطعت لكم حبه ما ساحتش. هي كي تبات الكونفيتير كي تبات تقعد نهار يومين ولا شغل تتماسك وما تسيحش. وحاولي ما تستعمليش الكونفيتير المربى هذيك اللي تكون غير شرورو. وهذه هي باي باي مع السلامه.